جريدة العسكر النهار وفية لخيالها الواسع لإثبات ريادة خيالية واعتبار أن الجزائر دولة يحسب لها 1000 حساب في العالم، حيث تبرأت وكالة الأنباء الجزائرية يوم السبت من التحريف الذي طال برقية لها، والوارد في نص تغريدة جريدة النهار على حسابها تويتر، والتي اعتبرت أنها حرفت مضمون قصاصة إخبارية لديها. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن جريدة النهار قد قامت باستغلال هذه البرقية كمصدر، مع التصرف بإضافة كلمة الحظيرة التي لم يتم ذكرها مطلقا من قبل الوكالة، بل تم ذكر الجزائر في مصاف الدول الكبرى. هذه الاجتهادات الغريبة من الإعلام الرسمي والخاص لطالما أثبتت حماقات النظام الجزائري وخياله الواسع، وسعيه المرضي لتخيل وإثبات مكانة دولية أو إقليمية لا أثر لها على أرض الواقع، والحال أن هذا النظام لا وزن له إلا كحالة خاصة من لدن المختصين، على اعتبار أنه حالة فريدة لنظام ديكتاتوري فاشي لا يؤمن إلا بشعارات جوفاء اصطنعها للبقاء جاثما على صدور الجزائريين.